السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل الرقاق الطري بالسجق. بصوا كده، عندنا النهاردة سجق ورقاق وجبنة موتزاريلا وكاتشب ومايونيز وبصل وطماطم. عندنا هنا معلقة من السمنة، هنا هننزل بالبصلة، كده نقلبها كويس، نفضل نشوحها مع السمنة كده هنفضل نقلب فيها لحد ما البصلة تصفر معانا. كده البصلة اصفرت معانا، هننزل بالطماطم. الطماطم عندنا مكعبات، هنشوحها معاها كده. هنا هننزل بالسجق، هنشوحه معاهم شوية. كده وهنا ننزل بنص معلقة من الفلفل الاسود، ونقلبه كويس معاهم كده. هنا ننزل بالمية، عندنا هنا كوباية من المية. هنا بعد ما استوى معانا، بصوا كده السجق يكون استوى معانا. بقى هنقفل عليه. هنا بقى عندنا سمنة، هندهن كده الصينية بتاعتنا. هنا عندنا الرقاق بنقطعه بالطريقة دي. هنا بنحط السجق وحبة من الجبنة الموتزاريلا وهنلفه بالطريقة دي رول كده. ايه رأيكم؟ الطريقة دي حلوة قوي، جربوها هتعجبكم، حلوة قوي. بصوا ننزل برضو بجبنة موتزاريلا ونلفه كده، نخلص كل الكمية بالطريقة دي. بصوا هنا برضو هنلفه كده. هنا بقى هندهن الوش كده سمنة، كده بالطريقة دي. وهنا عندنا المايونيز،
هننزل على الوش كده بالطريقة دي. وهنا عندنا الكاتشب، بننزل على المايونيز كده كده. كده بظهر المعلقة، هنمشي عليه كده بظهر المعلقة، بيبقى طعمه لذيذ. وهنا هننزل عليه بالجبنة الموتزاريلا على الوش كده. ايه رأيكم؟ الصينية دي تحفة، طعمها جميل قوي، هتعجبكم ان شاء الله. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. جميلة، بصوا ايه رأيكم. ايه رأيكم هنا بعد ما خرجت معانا من الفرن؟ ايه رأيكم في شكلها وطعمها تحفة. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.